ما كان الليله التركي ده كمان ما عارف ظهر لنا من وين. رجب طيب اردوغان ده ما عارف ذات الزول ده ظهر لنا من وين. فجاه كده الزول ده الشربك في موضوع التفاوض ده، يدق تليفون صباحا مثل البرهان، يمشي بيغادي من هناك وانا عارف هو جاي بيعاز من منو. دي معروفه، جاي بيعاز من الدويله اياها، جاي بيعاز منا انه يا اخي الشغله دي غلبتنا، صرفنا كتير، فشلنا. المهم نحن ناس هذول رجعون بس بيحشروا محل استلمناهم، ده رجعون ما قبل 15 ابريل 2023. لكن هيهات 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 ما في كلام فارغ زي ده نهائي. بعد ما لبنت من الدول، لا 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 نهائي. وين يا زلمه؟ ولا شروط جده ذاتها نحن ما دايرينها. شفت شروط جده بتاعتنا دي قمنا منها فوق والله. سوى شنو؟ شروط جده لا لا برامو مسا كده. في ناس بيجوا يقتنعوا بيجوا يمرقوا، ولا تقول لي شروط جده ولا تقول لي ارجع ولا ما لنا ما شغل. لكن الرئيس التركي ده يومنا متلحنا عديل كده، بتلح البرهان وبتلح بيغادي هناك وجاري. وانت عارف براك الاتراك ديل المصلحه فوق كل شيء. اهم حاجه مصالحهم. شافوا انه مصالحهم في السودان اتعطلت شكله كده بالاستثمار، ولا ما عارف دافع الليم الزول ده شرب شاي ياسمين ولا شنو ما عارفه. والله دي ما الحاله انا كنت متوقعها منه. يعني جاي يقعد يساكك ويطارد ويشبك لك، لازم تقعدوا معاه وترجعوا لجده والتفاصيل دي. هاي لك وزنك ولك حجمك ولك مكانتك، لكن هنا لا يزول. هاي ده الشعب السوداني اراد انه نازل او قرر انه يتخلص من الجنجة ديل. ما تجي تفرض علينا، ولا في زول تاني بيفرض علينا املاءات، ولا بنمشي باجنده بتاعت زول. كونه يحصل تفاوض مع الجنجة ما في والله. واي قائد من القيادات الفوق ديل يفتح موضوع زي ده، ده خلاص بعد ما طلع القمة عادي بينزل مش فات السورية عادي بيجي السرى والله. تقدر تضيع مجهود ناس. يعني احنا نقعد هسي الليلة نحن زي الشهداء اللي قدمناهم ديل، نجي بس فجأة كده طاخ نخونهم نقعد نتفاوض معاك انت؟ امانك شنو انت كجنجة؟ امانك شنو؟ دي محارب مؤجلة. يعني ترجع لمقراتك القديمة ولحصك القديمة وتاني تجهز نفسك وترتب امورك، وتاني في يوم من الايام نتفاجئ بك دخلت في وذاته. ما في جيش بيقبل بالكلام ده يا زلمة، ما في جيش بيقبل بالكلام ده، ما في زول بيقبل بالكلام ده. ما عندنا والله نحن اي حاجة، عندنا حاجة مفتوحة وداكو عفو عام. كلام منطقي جدا جدا. قال لك الداير بعد الحصل ده كله داير تيجي تسلم نفسك، تيجي تسلم نفسك. اكتر من كده دي داير شنو؟ لكن ترجع انت كده كقوه كده كاسم كده كجزء، لا لا وين يا زلمه؟ ده كلام ما بيبقى والله العظيم، ولا بينطبق ولا بيطبق ذاته. عشان كده شوف لكم شغل اقضاء يا ناس رجب يا حاج. شوف لك شغل اقضاء والله العظيم بالواضح كده. شوف لك شغل اقضاء. والله انا قلبي ابى الناس دي والله يا اخ. معقوله يا اخ؟ بعد الانجاز ده كله جاي تكتر في تليفوناتك وكمان اغراءات وداير اغراءات منو ذاته البرهان؟ محتاج لكم؟ يحتاج لكم؟ على العموم الايام دي نازل قلت لك مكثفين وماسكين لنا موضوع التفاوض ده، لكن ما بيبقى. برهان رفض 21 هدنه ال 21 يوم، هدنه ال 21 يوم مش 21 هدنه دي رفضها. جابوا ملحق بتاع برضه اقتراح تاني بتاع السنه وده رفض قاطع. وبعدها بدا يكثف لنا في التليفونات. نحن والله يقول دقه تليفون عارفينه، والله مصادرنا موجوده في كل مكان. اي حركه بحركتين عارفينها، ما في حاجه بتخفى علينا والله. عشان كده التركي ده احسن تحسموه الدور قاطع انه ما يتدخل ويشوف له شغله يقضاها. اكتر دوله في الحرب دي وقفت من خلال المساعدات كمساعدات. عندك بغادم هناك الكويت قاعدين طوالي الجسر بتاعهم ده يجيب في المساعدات. ديل الناس تساعد يجيب بالمساعدة، لكن ما تجي تقعد تدخل لنا وتقعد تجيب لنا املاءات، ولا انت مدفوع من منو، ولا دافع لك منو، ولا مأجرك منو ذاته. تجينا يا اخي تقول لنا قال ما عارف نقعد مع الجنجة بعد الشيء اللي حصل ده كله، بعد اللي اتعمل في الشعب. هم الناس دي مشكلتهم ما حاربوا جيش، الناس دي حاربوا الشعب ده كله يا زول. ولا قائد من قادة الجيش ده بيملك انه يقعد حق انه يقعد مع الناس دي ويقرر مصير. لا لا، الموضوع ده بقرار الشعب. ما في حاجة اسمها
ده اللي قال دي اتفاقيات دوليه. اتفاقيات دوليه على منو؟ ها؟ ويا معلم اتفاقيات دوليه على منو يا زول؟ اتفاقيات دوليه كيف يعني؟ كده اشرح لنا. طيب ندخل يا اخواننا في التفاصيل بتاعتنا. عندنا الموقف العملياتي موقف مشرف، وكالعاده الجيش الان قلنا بادر ويمتلك زمام المبادره، والجيش اشتغل شغل كويس جدا في جميع المحاور، مش في العديد، في جميع المحاور. اي نعم في محاور فيها خمول وعلى ملاحظات، لكن ده برضه بيدخل ضمن سياسه الجيش، ونحن ما بدنا نتدخل في الموضوع ده. لكن لو جينا الجيش حاسم النازل 6-0 6-0، والكلام ده بيقول لكم التاجين بغشوكم وبيضللوكم، بيقول لكم النازل ما عندهم، والنازل ما قاعدين في الحته الفلانيه، النازل عندهم اي حاجه. والله العظيم عده عندهم وجابوها، عدد او ناس كده جابوا جندوا كتايب، والله ديك قاعده احتياط. مناطق امنه دي والله مليانه جيش، والله ما تاخد رجلك ما تلقاه. اضف الى ذلك النازل هسه مهاجمين وانت مدافع، وما عندك ثبات في الدفاع، لانه انت ما قاتلت قبل كده، ما عندك تاريخ قتالي. اضف الى ذلك انت ما عندك عقيده قتاليه، اضف الى ذلك انت ما عندك ثبات، دي كلها بتنطبق عليك، فما بتقدر تثبت. ما شفناك كده الجيش ده هجمك في منطقه انت كجنجه ثبتت فيها. انا رسالتي للناس اللي عاملين فيها لسه عندهم استجابه وبيستنفروا للجنجه، انت جيت قال لك سلاح ما في. في بعض المناطق الناس جابوا ناس استجابه، قال لي ده القائد بتاعهم ده جابوا ناس قال لهم سلاح ما في، اكل ما في، في ناس جازفوا ورجعوا، في ناس جازفوا ورجعوا، في ناس لسه كويس ماسكين. وعليكم السلام اختنا زهره، كويس زهره الحاج حبابك. في ناس لحد الان ماسكين في حكايه انه يا اخي والله تستنفر شنو، والله نازل فيهم كملت. والله انا كلام ده بقوله لك، والله امداد وصل من منطقه لمنطقه زي اول فوضى الاولى ديك، والله ما في امداد. ده شفت بقى محل بينزل بيتعاملوا معاه. عندك اقرب مثال امس نياله امس الدويله جابت لها طياره مليانه معدات وشاحنه مقفله، وده كله امداد معروف، ذخاير ودنيا وعالمين في محلها. سجل لها خروج طائره كامله تابعه للدويله ذاتها تم التعامل معها. والله ما مرق منها زول، تم التعامل معها. دقوا دبلوا له 3 مرات على التوالي. الناس اللي قاعدين هناك لو سامعين 3 مرات على التوالي، وده حتى فيها يعني انا ما اعرف هم الجماعه هناك فرشوا ولا ما فرشوا، لكن والله الطاقم ده فرشوا بس ما مرق زول يا معلم. ما مرق زول. وانا قلنا لك الشغله دي يتعمل عليها كنترول تاني، ما في حاجه اسمها تيجي تدخل زي ما عايز ولا تجيب امداد، ما في يا زول، ما في. هسه عندك برضو اتجاه كويس زاهر مو زهره عذرا كويس. عندك هسي اتجاهات حملة الشيخ برضو كان عندكم امداد هناك تم التعامل معه، واندرابه ولا اندرابه عندك امداد تم التعامل معه.